لبسها في الكاميرا. تعدي ايتها الذبابة. شوف النشاط. ماما ريلاكس. تعبني. ادم لما يشوف الكاميرا خلاص. شيل شو بهاي الذبانة هي. خلاص ماما خلاص. استنى انا عم بنزله من فوق يا جماعه. ما عم بيهدى. هلا صار ادم عمره 6 شهور. هلا عم بتذكر لما ميرا كانت عمرها 6 شهور ما كانت هيك. هذا رح يجننا اكثر من ميرا مشان تعرفوا. مرحبا عائلة يا مندوشات، كيفكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. فيديو اليوم شو رح يكون؟ فيديو اليوم رح يكون كتير حلو. في كتير اخبار. فيه كتير اكشن، فيه كتير شراء، فيه كتير هدايا، فيه كتير مو كتير يعني شراء، بس انه احكي لنا شو رح نعمل اليوم. اوكي اليوم بس خلي هادي هدايا ما عم بركز. استلمي عني جد وترني. انا كمان توترت. اوكي يا جماعه، مثل ما بتعرفوا عيد ميلاد ميرا قرب كتير، فاليوم شاهد شو عم تعمل؟ اول شيء خلينا نبلش نقول لهم انه عيد ميلاد ميرا يوم 1/7، يعني ضل اليوم 24، يعني بعد 6 ايام بالضبط. 6 ايام؟ بعد 6 ايام. بعد 6 ايام بالضبط عيد ميرا شد بصير عمرها 2 سنين. نحن من زمان عم نبلش عم نحضر للعيد ميلاد، للزينه والطاوله والاكل وهي الاشياء. اليوم كله رح نشاركهم معكم وناخذ رايكم كمان بالزينه اللي رح نعملها لميرا. لازم ننزل على السوق كمان نكمل هاي القصص كلها. ناقصنا شويه هدايا لميرا، نحن لحد الان ما اشترينا لها هدايا. طبقنا كثير قصص، ضبطنا كثير شغلات. الشيء الوحيد ضل هو هدايا ميرا، يعني الهدايا اللي مني ومن يعني من الام والاب. بس كل شيء خالص. تخيلوا حتى سيماند اشترى طقم، انا صممت الفستان، ميرا عم بيصمموا لها فستان، ادم كمان عنده طقم. تصوروا انا رح البس طقم وشاهد رح تلبس فستان، وحياة الله لما كان عرسنا انا وشاهد ما كنت متحمس للطقم قد ما هلا انا متحمس لهذا. كثير متصورة شكلنا. سيامد لابس طقم مرتين بحياته، بعرسنا هالمرة بالزور اقنعته يلبس طقم. على فكرة هي فكرة شاهد، انا من النوع اللي ما بحب يعني البس اشياء رسمية وهالشغلات، دائما بحب البس شغلات سبور. فالشاهد ضلت علي لحتى لبستني طقم بعيد ميلاد ميرا. قلت له ما بيصير كلياتنا لابسين فساتين وابنك حيلبس طقم وانت الوحيد تكون طالع. الشاذ لابس جينز. حتى هذا شوفوا، حتى هذا يا بابا سبك يا بابا. يا بابا جماعة اخر فترة كثير عالم عم بيكتبوا لي انه انا صاير كيوت. بجد حبيبتي انا صاير كيوت؟ ليش هيك انصدمتي؟ يا الله حالك. انا توقعتك تقولي بجد انت بتجنن. معقول انت؟ حبيبة قلبي انت، حبيبة قلبي، حبيبتي. يا الله شو كنت رح اعمل لو انت مالك موجودة بحياتي؟ تصوري حياتي من دونك. هلا شاهد شو عم تعمل؟ عم تحضر كل القصص اللي هي جهزتها. بصراحة انا سحبت ايدي من الموضوع، لاني كل ما اعمل شغلة قال لها لشاهد شو رايك؟ تقول لي لا هيك اضبط. فقلت لها لشاهد شو؟ انت استلمي الموضوع، خلي الموضوع اختصاصا للبنات. انت شو دخلك بالموضوع؟ انتم مثل ما بتعرفوا شاهد اختصاصها ديكوريشن والقصص، فهي هلا حاليا مستلمه هالقصة. حتى انا ما بعرف شو عاملة بالضبط، فرجيني شو عاملة. انت كمان حتشوف معنا. يلا اوكي، اول شيء الديكوريشن حيكون الالوان. الديكوريشن رح تكون بين الوردي الفاتح والبنفسجي الفاتح، حيكون نفس هذا الديكوريشن بس من دون هي الدائره رح نحط هي اللي كلها لميع اللي كمان تلمع. لونها فضي. لا هي حلوه كثير فعلا حلوة. فبعدل هاي الدائره رح احط هي مع هدول البالونات، وكمان يعني حنعمل كثير اشياء. في كثير قصص من السقف رح تكون يعني البيت هيك. انت مالك حاسه انه حرقتي الموضوع كله ولا عادي؟ لا عادي، لانه بالحقيقه حيبين شكله غير. المهم هلا خليني كمان افرجيكم كيكه ميرا. كيكه رح تكون يعني نفس مبدا هي، بس بدل الورق هذا اللي متناثر على الكيكه رح نحط فراشات، بما انه ميرا بتعشق شيء اسمه فراشات. هي فراشه لاني يا عمري. فراح احط لها هون وهون مكتوب اسم، هون رح نكتب اسم ميرا. والكيكه ما حتكون بنفسجيه، رح تكون وردي فاتح، وكمان هيك رح نحط لها هيك لمسات بنفسجيه، وكمان يعني نفس لون الوان الديكوريشن. تصوروا يا جماعه شوفوا الكيكه هي، شد عملت عليها تغييرات. يعني لو كنت انا بتعرفي شو كنت قلت لهم؟ عملوا لي نفسها. الزينه رح تكون هون. طبعا لازم نفرغ الصالون هاد كله. شادة تشغلنا شغله، رح نشيل كل هدول، رح نشيل هون حتى الصوفيات. عم تقول لي رح نشيلهم. هذا الحيط يعني انا بمخي بدي اياه يمتلي زينه، يعني من هون لهون مع بوالين عم تنزل من فوق. وكمان الطاوله عم فكر اعمل نفس هي الطاوله. شوفوا جمال الطاوله. انت وين فكره الطاوله تكون؟ كثير حلوه. هون بالنص. هون بالنص هتكون هيك شوي طويله،
لتكفي ل20 شخص مثلا او هيك شيء، حتكون بنص الصالون والزينه قدام لحتى كل شيء يكون هيك بجهه واحده. طبعا اكيد هون كلياته الصالون رح يكون بوالين نازله من فوق وقصص ثانيه. هذا المكان يمكن اشيل هي الاشياء واجيب مثل عربانات للغزل البنات وفشار وذره هيك بيوقفوا هون عم بيبيعوا للاطفال والمعازيم يعني، بس ما متاكده هل اعمله او لا. هلا اجى الوقت حتى شاهد تفرجيكم فستان ميرا وفستانها، رح تفرجيهم فستانك كمان انت؟ انا ما بعرف اذا بدي افرجيهم، خليه مفاجاه. طيب ليش انا رح افرجي وميرا رح تفرجي وانت؟ انا ما بيصير يشوفوني الا اخر يوم العيد ميلاد، اوكي حتى تتفاجئوا بشكل بشع. فرجيهم فستان ميرا اكيد. يلا ميرا حتلبس فستان بنفسجي فاتح، شوفوا مثل هاد يا الله. شوفوا من قدام رح يصير هيك شوي قصير، وبعدين من ورا بيطلع هيك مثل انه وراها رح تجر وراها يعني. فكتير حلو رح يطلع الفستان. تصوري شكلها كيف رح تطلع. كيوت. اوكي بس فيني اقول لكم لون فستاني، لون فستاني حيكون نفس لون فستان ميرا، يعني انا وياها رح نطلع هيك مثل الام الاميرات، رح تطلعوا اميرتين. هلا اجى دور سيامان بدي افرجيكم الطقم تبعه. واو حاطط لي في كيس ما بعرف شو. بخجل. شو رايك؟ شو رايك تروح تقيس لنا اياه؟ رح اقيس اول شيء، رح افرجيهم اياه. اوكي شوف اللون، فرجينا اللون. واو انا عم بقول واو مو على اساس مو انا اللي اخترته. رح اروح اقيسه هلا ورح تشوفوه علي يا جماعه، واعطونا رايكم بكل صراحه. اكتبوا بالتعليقات رايكم بكل صراحه. بصراحه انا الطقم هذا كثير حابه. اللون بصراحه غريب وحلو يعني. اوه واو عن جد بجنن، كثير حلو اللون. واو واو واو. عمل لنا عرض ازياء هيك. جبتها خلاص. عمل لنا عرض ازياء مع شو هذا؟ لا 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 شوفوا فوق وبعدين تحت، يعني ابدا مو متناسق على فكره. بس لا على فكره فضي. ايه شو يعني؟ يعني شحطات لونه فضي، إيه؟ طابع على اللون، بتعرفي الفضي مع الزهري كثير بيطلع حلو. صح بس لا انه مو ظابط شحاطه معاه. جرابات اوكي. مبدئيا انا بس فرجيتكم نبذه على الطقم، حبيت ارسلكم اياه حتى تشوفوه وتعطونا رايكم. بس اكيد ما حنلبسها مع هاد ولا مع التيشيرت. شحاطات ومع التيشيرت. انا بفكر التيشيرت يكون لونه ابيض، رح البس كمان سبدرينه لونها بيضة سبور صح؟ انه مو كثير رسمي، مزجت بين الرسمي والسبور. قد ايه بتعطوا الاوتفيت تبع سيمان الواو. انا بصراحه شو بلبس كل شيء مع بعض، حتى شو انه اعيش هي شويه هيك. ايوه ايه انه شوي مفاجاه بعدين. اعيش شيء هيك لعيد الميلاد انه كيف رح يطلع كلياته مع بعض. بس حبيت هيك بس كثير حلو. لف 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 هيك لف. ايوه تن تن تن. اوكي خلص. اوكي يا جماعه، نحن هلا حاليا اعطيناكم نبذه صغيره على اللي رح يصير بعيد ميلاد ميرا. هلا لازم نطلع لبرا وننجز، نعمل القصص اللي نحن ما عاملينها ونخلص من هي الشغله. جاهزه؟ هلا رايحين نجيب الهدايا، انا جاهزه كثير كثير. شوفوا مين اجا. هلا رح تضيع عقلها لمده 5 ثواني. حلو يا بابا. احنا وصلنا هلا على قسم الالعاب. شو مفكره انت تاخذي لميرا؟ اوكي انا هون بس محتاره بين في مطبخ كامل مع ادوات وهيك قلايات وطناجر وكل شيء، وفي كمان تسريحه فيها شسوار وميك اب وقعده ومرايه. هي عجبتني كثير. اوكي هلا انت شو قررتي، هاي ولا هي؟ ولا حابه تاخذي للاثنين؟ شو رايك؟ اخذ الاثنين؟ خذي الثنتين. لازم الفها لميرا. شوفوا شو كيوت. بتعرفوا شو بيضحك بالموضوع؟ انه نحن جايبين ميرا وعم نشتري لها هدايا قدامها. عادي. قررت بالاخير رح اشتري للاثنين. سيمان لسه ما قرر، ما بعرف، عم يدور على هديته، بس انا خلص خلصت يعني اشتري هدول وخلص. خلصت اخترت هدايا. يلا هلا ضليت بس انت كالعاده. كان فيه كثير قصص حلوه بصراحه. حاول اخذ لك كل شيء. اصلا انت ليش جاي على مكان الصبيان يعني؟ ما عم بفهم. بفكر اخذ هي الي ولك. بعرف صار له سيمان كم يوم عم بيقول لي بدي اشتري هي تبع التنس نتسلى انا وياك. والله العظيم بيتنا كبير. اوكي بنلعب فيها شوي. انا لقيت شيء هون كثير حلو لميرا. هذا الحصان عم بفكر اخذها لميرا. وشو كمان اخذت لها هي هديه اوريدي عم تلعب. هي حلاوتها، حلاوتها الانسان ما يستنى هديته ويفتحها وقصص وما بعرف شو. خلص ارضك، هي هديتها اعطيناها. اوكي خلصنا. او ماي جاد كثير تعبت. شوف العرق، شوف العرق. انت عرق، انت ما في شيء. شوفوا يا جماعه فرجيهم. سيمان صاير مي. صرت مي. جايبه كومة اغراض ويا سيمان تحطهم. واخيرا وصلنا على البيت.
شوفوا شهد حطت كل هدايا ميرا هون. انا شايف من هلا هي رح تفتحهم وتلعب فيهم. اول ما حطيناهم رحت على الكرسي وبعدين على الطاوله وقاعدين جنب الهدايا تبعها. حابه نازله من فوق الطاوله شو بتقلي نو. كثير ميرا عم تستخدم كلمه نو هالايام صح؟ مو هلا يا بابا مو هلا، بعد كم يوم. بعد كم يوم اوكي؟ بعرف. عم تقول لك this is what this is. ليش هيك وشك كله؟ يا الله انت بتضلك بتجلغمي البنت؟ طلعوا. بس حمرت شهد موجود على وش ميرا. خلص نفتح هي إلنا. ليش فتحتها؟ هي إلنا بنلعب فيها نحن. شو بك؟ انت شو فكرتي؟ نو اخذنا الهدايا رح نحطهم بهي الغرفة حتى شو ميرا ما تفتح ونستنى ليوم عيد ميلادها. هاي الغرفة مهجورة. هاي الغرفة فيها شناتينا، شوفوا الشناتي كيف مو تبع سرين. جمعنا كل شيء هون. جبتي كل شيء؟ يس. هلا ما نسكر الباب. اقفلي الباب. لاني الصبح تفيق تعرف شو بتعمل هي؟ بتعمل فتلة على كل الغرف بتجي بتسلم عليكي بعدين بتنزل لتحت. آدم وميرا قرروا يدخلوا ماتش مع بعض. هلا بدنا نشوف مين رح يفوز. ما حدا من اللاعبين بيعرف يلعب بس. شو عم تعمل ميرا؟ تعرفي شو؟ 1 2 3 على اساس عم تلعب هي يعني. اوكي يا جماعه هيك وصلنا معكم لنهايه فيديو اليوم. بصراحه اليوم تعبنا كثير، احنا متحمسين كثير لعيد ميلاد ميرا، مجهزين كثير قصص حلوه. يس استنوا لعيد ميلاد، انا كثير متحمسه والله عن جد كثير، هيك بالاخص للفساتين، فساتيني انا وميرا. انا متحمس البس الطقم تبعي عن جد؟ اصير عريس من اول وجديد. نحن متحمسين بس على الملابس. هيك وصلنا معكم لنهايه فيديو اليوم، شوفكم فيديو جاي. نحن بنحبكم كثير كثير، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وكمان بأنفي لا تنسوا تفجروا فيديو لايكات. نشوفكم فيديو الجاي. يلا باي.